السلام عليكم ورحمة الله. لما تيجي تشتري طبعة خلي بالك في مجموعة نقط خلي بالك منها علشان تختار طبعة مظبوطة، طبعة ليزر تطبع معاك في البيت وفي المكتبة وتشتغل معاك مظبوط، ما تعملش معاك مشاكل. أول حاجة في موضوع المعايير ديت إن أنت تجيب طبعة قطع غيارها متوفرة. لو اشتريت طبعة النهارده وملاش قطع غيار إن شاء الله كده أنت هتشتغل 1000 ورقه 2000 ورقه 5000 ورقه وترمي الطبعه بتاعتك لان ما لهاش قطع غيار. فنقطه قطع الغيار المتوفره دي مساله مهمه جدا جدا جدا. تاني حاجه والنقطه مهمه قوي قوي ان الطبعه دي تتملى بسهوله، انت تملاها في بيتك عادي، تملاها او تمديها لحد فني يملاها بسهوله. تالت حاجه ولازم تخلي بالك منها برضه في مساله الاختيار ان الطبعه يكون فيها دوبلكس. دوبلكس ده بيطبع لك الورقه وش وظهر اوتوماتيك على طول في الطبعه. نقطة مهمة جدا وانت بتختار طبعة برضو ان الطبعة ديت في طبعات بتحتاج الى شريحة او شفرة، لا الطبعة ديت مش محتاجة شريحة او شفرة بتتغير كل فترة، لا ديت فيها الشريحة بتاعتها والشفرة بتاعتها داخلية. نقطة مهمة أوي في الاختيار إن الطبعة يكون فيها واي فاي، أنا ممكن أطبع من الموبايل للطبعة دايركت على طول مباشرة عن طريق الواي فاي. وكمان برضو نقطه في الاختيار مهمه قوي في الطبعات الحديثه ان يكون فيها NFC، وديت برضو نقطه مهمه اللي هي في الطبعات الحديثه وفي الموبايلات الجديده ان يكون فيها خاصيه NFC. ودي برضو مساله مهمه قوي في الاختيار ان انت تختار طبعه لو الورقه اتحشرت، في الطبعه تطلعها بسهوله، ما تسكش نص الطبعه علشان تطلع ورقه محشوره، لان احنا بنقابل طبعات عشان تطلع ورقه محشوره بنفك نص الطبعه. كل دي معايير متوفره في الطبعه البرازر دي، فلما تيجي تختار طبعه ليزر تطبع معاك اسود هات الطبعه الجميله دي لان فيها كل الاختيارات اللي احنا قلنا عليها كلها متوفره هنا. دوبلكس، واي فاي، NFC، تتملى بسهوله، قطع غيارها متوفره، مش محتاجه معاك شريحه وتتملى معاك بسهوله في البيت. كل الكلام ده متوفر في الطبعه البرازر دي. شرفونا في القدس الكمبيوتر، ابشان طريق العام مقابل حلوان الفيروز. شكرا لكم.